حرب إيران 1984 جت وضربت ناقلة نفط سعودية في الخليج. طيب كيف؟ والله بالغلط. قرر الملك فهد بعدها بيومين إنشاء خط وهمي خارج المياه الإقليمية السعودية في الخليج، في منتصف الخليج، وقالت أي طائرة إيرانية تتعدى هذا الخط راح يتم قصفها بدون سابق انذار او تحذير. بعد اعلان الملك فهد وتحذير ايران بعدم اختراق هذا الخط، قررت ايران بعدها بشهرين التحرش بالسعوديه، فارسلت 4 طائرات F4 فانتوم، على طول 4 طائرات F-15 سعوديه وتطيح لك 3 طائرات ايرانيه. العالم وقتها كان مذهول، حتى الصحف الامريكيه وبريطانيه قالت راح تصير حرب عالميه جديده. ايران كالعاده راحت تتبكبك وتتشكى لمجلس الامن ان السعوديه طيحت طائرات. ردت السعوديه حينها ان تم اختراق هذا الخط راح يتم قصف ميناء ابو شهر. من ذلك التاريخ الى يومكم هذا ما في ولا طائره مقاتله عسكريه ايرانيه تجاوزت هذا الخط، حتى ان بعد اعلان الملك فهد ايران وقفت رحلاتها كلها للخليج، رحلات الطائرات العاديه هذه المدنيه، شهر كامل. هذا باختصار تعريف المقصود من خط فهد اللي موجود حتى هذه اللحظه. لذلك نشوف ايران ما تدخل في حرب مباشره، ترسل فيولا في الحوثي، حزب الله، القاعده، داعش، الحشد الشعبي، وسوي تفجير هنا وتيجي تقول لا احنا ما لنا دخل. ترسل طائرات مسيره، طيب من لا احنا ما لنا دخل.